الضربة الإسرائيلية امبارح على قطر لاغتيال قادة حماس، الضربة فشلت لأن الهدف منها هو اغتيال قادة حماس، وطبعا حماس أعلنت إن مفيش حد اغتيل، واللي مات في الضربة دي ابن خليل الحية والمدير مكتبه، وناس ملهاش علاقة بالضربة أصلا. الضربة كان فيها اف 16 ومش عارفة كم مسيرة وهيصة وهليلة وصواريخ وكده. المهم يعني ان هي برضو ايه في النهاية مفيش. فاسرائيل بتقولك ان احنا لسه برضو هنعاود وكده يعني. طيب، بس الملفت للنظر ليه ما تصدتش الضربة ديت يعني؟ فين التعاون المشترك او اتفاقية الدفاع المشترك بين قطر وامريكا؟ فين قاعدة العديد اللي هي قطر وامريكا دولة صديقة يعني؟ فين ابو تريكة ما طلعش يقول ليه ان هو موطي راسه عشان البلد اتضربت مرة من ايران ودلوقتي مرة من اسرائيل، واسرائيل بتقول ان هي هترجع تاني، يعني مش المسألة هتعدي كده. مصر طبعا يعني نددت بالضربة ديت ويعني استباحة الدول، ولكن الوضع يعني واضح ان يعني الامور ماشية غير شكل زي ما بيقولوا. وفي ان يعني نتنياهو واضح ان هو عايز يعني يخلي الامور مستمرة، لان هو الضربة دي كانت موجهة لوفد حماس اللي هو بيناقش مقترح ترامب بوقف القتال. معنى كده ان هو مش عايز يوقف القتال، لان طبعا هو متهم باتهامات فساد وعايز ايه الحرب تستمر. يعني نتمنى السلامة للجميع طبعا، هي حاجة احزنتنا، بس يعني احنا بنتساءل اسئلة مشروعة يعني. فين وفين وفين، بدل كل حاجة بتقولوا مصر فين ومصر فين. طب احنا يعني الناس انتوا دافعين تريليون و200 مليون لامريكا، فين بقى اتفاقية الدفاع المشترك؟ فين الحماية؟ فين حتى ينبهوكم ان في ضربة؟ فين اي حاجة؟ مش كده ولا ايه؟